يا جماعه بعد بقى في استقرار، بعد ما عمري ما شفت المصري بالمستوى ده، بعد ما الكابتن مختار عمل فرقه وعمل اعداد وجاب لعيبه وعمل كل حاجه في الدنيا عشان ماتش سموحه اتغلب امشيه. هي ماتش سموحه دي اخر الدنيا؟ انا مش مصدق اللي بيحصل، وده اسمه فشل اداري. محدش يزعل مني، ومستر كامل علي ياما مدحنا فيك وياما قلنا عليك كلام حلو. إقالة مختار في ذاك التوقيت فشل إداري وليس من مصلحة النادي المصري البورسعيدي، وأنا بقولها من الآخر بما يرضي الله. إذا كان حسام البدري اتغلب في السنة اللي فاتت وتعادل واتغلب من الفرقة الأفريقية كلها، وبعد كده خرج بالترجي، وبعد كده اتعادل مع فرقة وجونة، وفي الآخر ما اتغلب من الإسماعيلي، من النادي الإسماعيلي، والجمهور ما كانش طايقه. انا اسف يعني انا اقول هذا الكلام من بعض جماهير النادي الاهلي. اضطر مجلس اداره انه يرحل بادب وباحترام. كابتن حسام دلوقتي في الساحل الشمالي بيريح نفسه من وجع الدماغ، من كتر الناس اللي عماله تكلمه وتقول له اروح انا عشان ماتش. هو النادي المصري يا جماعه ما تزعلوش مني، يعني النادي المصري يعني مرشح الاول للفوز ببطوله الدوري؟ ده النادي المصري بقاله 10 سنين بيصارع من اجل البقاء. ابتدى يشم نفسه السنه دي. مش معنى انه يشم نفسه السنه دي انه هياخد الدوري، لا، يطلع ثالث، يطلع رابع، يعمل انجاز مهم جدا، يخش البطوله العربيه، يخش الكونفدراليه. لكن كابتن مختار عامل فرقه كويسه، وفرقه المصري شكلها كويس. امشيه عشان اتغلب من سموحه عشان ماتش؟ ده ماتش الزمالك كان احسن من الزمالك لولا توفيق محمد ابراهيم في الدقيقه 94 وهدف رائع وجميل. هل ده له معنى؟ المهم بقى ان الكابتن في لوحده كده، كابتن مختار اثناء المباراه بعد الجماهير قالت له كفايه عليك يا مختار، قال لها حاضر عينيا ليكوا. دخل قال انا تحت امر مجلس اداره المصري وانا مكمل ودي فرقتي وانا تعبت فيها، وقال ان هو بعد بكره في يومين اجازه وهيجي التدريب عشان استعدادا لمباراه المقاولين، مباراه قويه جدا في القاهره. عارفين المقاولين لسه مغلوب الماتش الاخير ومفيش هزار، لازم يكسب التعادل، ما ينفعش المقاولين عايز يكسب ماتش النادي المصري. الراجل كابتن ياسر ساري اللي من كابتن هاني العقبي، كابتن مختار، ونبقى كابتن هاني قول لكابتن مختار ما يجيش بعد بكره، وبنشكره وهنديله ال 200,000 جنيه الشرط الجزائي. كابتن مختار 100,000 جنيه الشرط الجزائي بتاعه، لو تم اقالته ياخد 200,000 جنيه. 200,000 جنيه يعني شهرين. وسلام عليكم. وعليكم السلام. كلم كابتن علاء ميهوب يجي مدير فني للنادي المصري مؤقتا لغايه ما يجيبوا مدير فني اجنبي. كابتن علاء ميهوب اصر على وجود هشام حنفي معاه. الكلام اللي يقال دلوقتي ان هيكون كابتن طارق الصاوي، كابتن هشام حنفي، كابتن علاء ميهوب، هم الجهاز الفني، وكابتن حسن نصر طبعا في حراسه المرمى. عقبال ما يجيبوا مدير فني اجنبي. كلام في كل الجرايد مكتوب كابرال. الكلام ده غير صحيح. اي نعم كان في كلام مع كابرال، بس كابرال كابتن انور شلوفه عرض على مستر كامل ابو علي ان كابرال عايز $50,000. كابرال كان بياخد تقريبا $25,000 في الاتحاد السكندري، فما جم قالوا له قال عايز $50,000 في الشهر وانا اللي اجيب الجهاز وعايز 6 شهور مقدم، على اساس ان كابرال عمل انجاز غير طبيعي مع الاتحاد السكندري. فما عمل الانجاز الرهيب ده فكان بياخد 25، فقال لك لا انا بعد الانجاز ده اخد 25 برضه. وبعد كده كمل ابو علي مرتش ريش فيري ريش غني قوي، فيعني نخليها 50 ومقدم واجيب الجهاز. طبعا تم رفض هذا الكلام تماما، وفي كلام ان مدير فني اجنبي قادم. كابتن علاء ميهوب جاي يمسك النادي المصري الماتش اللي جاي تقريبا ماتش المقاولين العرب. هل ده صحيح ولا مش صحيح؟ على العموم في ناس متضايقه جدا من مستر كامل علي في بورسعيد من قراره باقاله الجهاز الفني. ده كان خبر مهم. خبر تاني